كنت تعرف إن الإسكندرية أقدم من القاهرة ب1000 سنة؟ طيب كنت تعرف إن الإغريق كانوا بيعشقوا مصر قبل ما يغزوها الإسكندر ويحبوا التجارة فيها؟ حكايتنا النهاردة عن الإسكندرية، أجمل مدن مصر والعالم. الإغريق أو التجار اليونانيين كانوا مؤسسين مكان ليهم في دلتا النيل، قرية صغيرة اسمها كوم جعيف في البحيرة عشان تكون مركز لتجارتهم. لكن لما تولى الإسكندر الأكبر حكمه وبدأ حملته لتوسيع بلاده، سيطر على أغلب الشواطئ والمواني للبحر المتوسط. قدر يوصل لمصر في خريف سنة 331 قبل الميلاد. أهالي مصر كانت بترحب بيه في أي مكان يدخله، لأنهم ارتاحوا من غزو الفرس وحكمهم، وخصوصا لما توج نفسه ابن لآمون. أثناء دخوله لمصر لفت نظره موقع على ساحل البحر المتوسط، حس إنه مليان مواصفات عجيبة عشان يكون مدينة جميلة على اسمه. الوقت ده ما كانش فيه غير قرية صغيرة موجودة غرب الموقع اللي عجبه، وكانت قرية صيادين اسمها راكوتيس. الإسكندر الأكبر طلب من المهندس بتاعه دينوقراطيس إن هو اللي يخطط المدينة، وفعلا ابتدى دينوقراطيس يخطط للمدينة، وضم في تخطيطه قرية كانوب اللي هي أبو قير وجزيرة راكودا وفاروس. رحل بعدها الإسكندر الأكبر، لكن الإسكندرية هي اللي بقيت وعصرت الحكم البطلمي وازدهرت بقوة، وفاقت كل المدن اليونانية والمصرية، وأصبحت هي العاصمة والميناء الأول لمصر. بسبب أهمية الإسكندرية بنوا فيها جامعة الإسكندرية والمكتبة الكبرى اللي للأسف اتحرقت سنة 48 قبل الميلاد. مع سقوط الحكم البطلمي ودخول الحكم الروماني سنة 30 قبل الميلاد على يد أغسطس قيصر، كان ناصح جدا وذكي، ما نهبهاش أو هدمها، بالعكس كان حكيم وعارف أهمية الإسكندرية وعفى عن أهلها. أصبحت السيادة المطلقة وقتها للرومان وقل شأن سكانها، وبرغم كده كانت الإسكندرية من أعظم المدن الرومانية. حتى لما دخل الفاتح عمرو بن العاص للإسكندرية سنة 641 وصفها بأنها كانت من أجمل المدن اللي شافها، وكانت لسه فيها بقايا منارة اسكندرية وعمود السواري، بخلاف كنيستين، واحدة باسم المرقسية والتانية باسم القيصريون. برغم ان الاسكندرية ما بقتش هي العاصمة للحكم، لكن فضلت دايما مهمة اقتصاديا وسياسيا، وخصوصا لما استقر فيها العرب من اهل الشام والحجاز في العصر الاموي. وزادت اهميتها كمان لما بنى والي الفسطاط عتبة ابن ابي سفيان اخو الخليفة مقر ليه فيها. على مر العصور اهمية اسكندرية ما اتغيرتش، مرورا بالعصر العباسي والحكم الأندلسي وحكم الدولة الطولونية، حتى إن أحمد بن طولون زارها بنفسه وخلى حاكمها ابنه العباس، واعتبر عصر أحمد بن طولون عصر تجديد للإسكندرية. حتى في العهد الفاطمي والأيوبي فضلت اسكندرية هي أهم مدينة في مدن مصر. أما في عهد المماليك اتقال ان هو العصر الذهبي للإسكندرية، واتعمل فيه نهضة تجارية واقتصادية وعمرانية كبيرة، وخصوصا في عهد الظاهر بيبرس ومحمد بن ألوون والأشرف شعبان. لكن للأسف اضمحلت الإسكندرية خلال العصر العثماني، حالها كحال كل مدن مصر، اختفى التمدن والثقافة من أول ما تم إعلانها ولاية تابعة للدولة العثمانية سنة 1517 لغاية سنة 1798 لما حلت الحملة الفرنسية ووصلت لشواطئ الإسكندرية.
بعدها حصلت فوضى كبيرة واضطراب استمر لغاية ما خرجت الحملة الفرنسية سنة 1801. لكن الطفرة الحقيقية للإسكندرية حصلت لما تولى محمد علي حكم مصر بموافقة العثمانيين، وهو وقتها كان عارف كويس قوي أهمية الإسكندرية. محمد علي أنشأ المنشآت البحرية والصناعية، وعمل ترسانة كبيرة لصيانة السفن وإنشائها، ووسع وطور المينا، وعمل فنار في راس التين لإرشاد السفن للمينا. وبسبب جهوده زاد عدد سكانها، وبسببه برضو استقر الأجانب فيها من كل الجنسيات، وزاد النشاط التجاري. محمد علي أنشأ فيها بنك الإسكندرية الأول، لكن للأسف تم تصفيته بعد سنتين. في عهد عباس الأول تم إنشاء أول سكة حديد بين اسكندرية والقاهرة، ومن الإسكندرية لكفر الزيات. أما في عهد محمد سعيد فتأسست فيها أهم الشركات والبنوك التجارية، وتم تطهير ترعة المحمودية وتوسيع وتمهيد الطرق للإسكندرية، وتم توصيل كمان خطوط التلغراف ليها. في عهد الخديوي إسماعيل عصر النهضة الذهبية أنشأ حديقة النزهة على ترعة المحمودية، وكمان سرايا الحقانية، وتم مد أحياء جديدة ودخل الإنارة للشوارع. أسس كمان الشركة الأهلية لمياه الإسكندرية العذبة، وعمل أول شبكة مجاري صحية تحت الأرض، وكمان جدد الحوض العايم لإصلاح السفن، وأنشأ فنار العجمي والأباري. أما في عهد توفيق وبرغم الاحتلال الإنجليزي لمصر، لكنه أسس أول شركة للتليفون سنة 1882، وكمان شركة ترام الإسكندرية. أما الخديوي عباس حلمي الثاني فده أنشأ قصر الحرملك اللي كان النواة لقصر المنتزه وحدائقه الجميلة، وعمل كمان كشك الموسيقى، وأنشأ المتحف اليوناني الروماني سنة 1905. وكمان في عهده تم إنشاء الطريق الزراعي الرابط بين الإسكندرية والقاهرة. أما في عهد الملك فؤاد فتم افتتاح استاد الإسكندرية، وفي عهد الملك فؤاد كمان ابتدوا إنشاء كورنيش الإسكندرية من سنة 1925. استمر إنشاؤه تقريبا 10 سنوات. وقت افتتاحه كان اسمه طريق الملكة ناظلي، وده كان سنة 1934. أما في عهد الملك فاروق اللي اتجدد فيه مسجد المرسي أبو العباس، واستكمل إنشاءات قصر المنتزه وجددها، ووصل في عهده عدد المصانع الإيطالية ل 232 مصنع. لما حلت نهاية أسرة محمد علي ووقت خروج الملك فاروق، خرج على يخت المحروسة من ميناء راس التين من الإسكندرية يوم 26 يوليو. وبكده تكون الإسكندرية الجميلة هي سيدة البدايات ومتممة النهايات لكل شيء جميل. واتخذت الإسكندرية اليوم ده هو اليوم القومي لعيدها. ودي كانت حكاية مختصرة جدا لمدينة من أجمل مدن مصر، بل من أجمل مدن العالم كله، مدينة الإسكندرية. حكاية جميلة من حكايات مريت.